هبوط كبير للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و83 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم. قفزة مفاجئة في سعر الدولار النهاردة. الدولار عمل حركة قوية جدا وعنيفة قدام الجنيه المصري، وسجل أرقام جديدة في أغلب البنوك المصرية. في الفيديو ده هنعرف سعر الدولار بالتفصيل وإيه سبب الارتفاع السريع، وهل ده مجرد تحرك مؤقت ولا بداية موجة صعود جديدة. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 47 جنيه و83 قرش للشراء، 47 جنيه و97 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري السعر طلع بشكل كبير ووصل ل48 جنيه و8 قروش للشراء، 48 جنيه 18 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 48 جنيه و5 قروش للشراء، 48 جنيه و15 قرش للبيع. أما في البنك الإسكندرية بسجل الدولار 47 جنيه و95 قرش للشراء، 47 جنيه و95 قرش للبيع. التحرك السريع ده خلى السوق في حالة قلق وترقب، خاصة مع توقعات إن الساعات اللي جاية ممكن تشهد تغيرات جديدة حسب حركة العرض والطلب. لو حابب تتابع أسعار الدولار أول بأول ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن أسعار العملات أول بأول. مع السلامة.